السلام عليكم. النادي الافريقي يرجع بفوز مهم من بيجا امام الاولمبي البيجي، هدف مقابل صفر. فوز ما يغطي، ما نجمش يغطي نقائص الموجوده ما زالت في النادي الافريقي اللي شفناها اليوم ضد فريق لما حاله متواضعه. اليوم اغلبيتهم الشبان، لكن شفنا النادي الافريقي كان ينجم يضيع 3 نقاط نتاعو نظرا لسوء مردود بعض اللاعبين اللي موجودين في تشكيله اساسيه، ونخصوا بالذكر بلال ايت مالك وغيث الزعلوني، اللي اليوم لولا الطاف الليلة كان الأولمبي البيجي كان ينجم يعدل في آخر المباراة، وكانت فرصة اختيار. باش نبداو نحكيو على المباراة. النادي الافريقي يعني دخل من الأول، حب يسجل، جا البونتو في آخر الميطان على محالة وقت باهي، كنت تنجم تزيد الثاني باش تأسيري الماتش نتاعك، لكن ما جاش هذا الكل. بالنسبة للفريق هجوميا الحقيقة موش ما فماش، ما يوجعش برشا، بخلاف شوات كي ياخذ الكرة يعمل كنترول ويدور وحده ويخلق في ليزوكازيون. لا تلقاش معاه يلي يخدم له الكرة، ولا الرولاسيون بين لاريير وليلي، لاريير يستنى ليلي يستنى لاريير يتعدى وراه تخرج الكرة. هذوما نشوفوهم شوية مع السهيلي. الزعلوني زيد نحكي عليه، السيد يخرج قداش من مره سونتراج يحطها لبرا، لا يحاسبوا حد يا اخي. اسو بوان اريير في النادي الافريقي لا يتحاسب، ديما يلعب تيتيولير، لا ثم حد يحاسبه. الكور الكل يخسر فيهم يخرج، لا ثم سونتراج صحيح. عاودوا المباراة وشوفوا كان تلقاو الزعلوني عطاه باس صحيح ولا سونتراج صحيح، يخرج ساي عاد 18 تقول ساي هذايا بونت، ومن بعد يحطها لبرا حتى سونتراج ما وصلوش للاتاكون. راه فضيحة في النادي الافريقي. غايث الزعلوني الحقيقة كارثة في النادي الافريقي. راكم ريتو الجوار اللي يجيبوه له كونكورون تصير له ليغامون، فهمتش عامل انا اخويا. الحقيقة الزعلوني زايد في النادي الافريقي، صح عليه لقاها خالية كما يقولوا، ما ثم حد يعني يلعب وحده. الحقيقة فضيحة في النادي الافريقي. غايث الزعلوني مستواه هزيل، لا يزي دفاعيا وهجوميا لا يعاونك لا شيء، على عكس السهيلي. السهيلي من بداية الموسم موجود ومستواه ثابت، ويعاون ويجيب الخطر ويطلع يعاون اصحابه. ثم فرصة شاطة نحال جارديان ترجع لشكون الخضراوي اللي كالعادة ما يقدريش يحط كرة الفوق. ثم عشوائيات في النادي الافريقي وسط الميدان، الزمزمي وخان ما تعرفش انا هو السيس وانا هو الويت، قاعدين على ميم ليني، يعني ما تعرفش شكون نورمالمون واحد سيس وواحد ويت، واللي بينه هو سيد وخان ريتو في الدربي كي دخل سيس شنو عمل. يعني فهمتش علاش صحة الراس الزمزمي ما كنت تحب تلعب وخليه ويت وما سيس، خاطر سيد وخان ياخذ الكرة سو بريسيون، ما يخافش يدور بها، يعرف يدور بالكرة عنده في ساقيه. اليوم شفناهم على نفس الخط، يعني ما تفهمش انا هو السيس وانا هو الويد. الزمزمي طايح للشيرة اليسار وسيد وخان لليمين، قلقوا بعضهم. سيرتو سيد وخان تقلق ما لقاش راحته. نورمال ما يلعب سيس السيد باين راهو متكون سيس ولعب في الانجليز في الدرجة الرابعة، ثم بريسيون ثم جوارات كاسحة فيزيكمون، يعني خلي السيد يلعب في بلاصتو. علاش نقعدوا كل ماتش واحنا نحكيو عليه الحكاية ذي. صادق محمود الوحيد ربي بقى عليه الستر، وانا فهمتش علاش فوزي بن زرتي خرج وهو ما خرجش ايت مالك اللي كان خارج الموضوع اليوم. صادق محمود اكو مريتو. الحاجه الباهيه في الكورنرات ما يلعبهمش هو، خاطر يقعد هو يستنى الدوزيام بال، اي كره ترجع عنده الفراب تبارك الله. شفتوا الهدف يعني رتح اللاعبين، خاطر بونتو في الوقت هذاك يخليك تدخل الفيستير وتدخل مرتاح في دوزيام ميتون، وتجيك الفرصه نتاع الكاو قداش من مره لشكون تجي البلال ايت مالك. فهمتش انا اللاعب هذا شنو يسخايل في روحه في النادي الافريقي، يعني كوره كيف هكاك في 6 متر بالراس يحطها لبرا، تصور لا قدر الله بيرجع عدل تا ماركيت بونتو. اش باش يحكي تو الجمهور فاش يحس، ولا العباد داخله بعضها وضيعت دو بوان. ثم طراح باش يجيوك زوز كور لازمك تماركيهم، مثلا في الروتور ثم طراح صعاب باش يجي تبدا اون ديبلاسمون. بقيت مالك هذا راه باش كيما عاملين قداش من بوان مضيعها وحده. تتفكروا الكور اللي ضيع فيهم شبك فارغه قدام الجول. اليوم كورتين جاوه، كوره بالراس يحطها وحده الخضراوي مدها له، حتى الجول وقف في باله بونت وحطها لبرا. الكره الثانيه راس راس كيف كيف يعوض يشوط، وقت اللي لازم يشوط ما يشوطش، وقت اللي لازم يعدي باس ما يعدي يشوط. يعني الحقيقه اللاعب هذا الحقيقه كرهنا في الكوره، يسخايل في روحه، ونعرفش انا غالط في روحه برشا، لازم يفيق على روحه. المدرب فهمتش علاش يخليه هو ويخرج صادق محمود، وقت اللي صادق محمود هو الوحيد اللي شاد لك الوسط فنيا، هو اللي ياخذ الكوره وهو اللي يعطي لي باس سونتر ليليني، يعمل هكا يخرج ويخلي ايت مالك اللي لولا الطف لكن ماركات بيجا تولي لعبه اخرى، راك خاسر دو بوان حاسيل.
فراس شوات كالعادة ثابت في المستوى متاعو. النادي الافريقي توا كملنا مرحلة الذهاب الحمد لله، يعني يزي بالفريق هذا خاطر تسمى عملت باللاعبين هذوما. فوزي بن زرتي ما عادش تلومه الحقيقة، خاطر كاليتي في الكلوب ماهيش موجود ابار زوز ولا ثلاثة جوارير. ثم علي يوسف وثم صادق محمود وثم فراس شوات، اكا هاو في النادي الافريقي هذوما ثلاثة اللي تنجم تبني عليهم فريق. الباقي ما عندكش الحقيقة. كومريتو في وسط الميدان، دخل غايث الصغير، دخل شرف الدين عون اللي هذايا مازال هذايا فهمتوه. شرف الدين عون جاي للنادي الافريقي جمعية كبيرة باش يفك بلاصتو ويعمل في حاجات باش تخليه حتى الكلوب ما عادش يحفزها جملة. ثم كورة خسرها في الوسط يعمل في رولات بيجا زعما معدلت بها. شفنا غضب فوزي البنزرتي عليه ويتحلف فيه، يعني كيفاش لاعب انت جاي من لقيت فرصه في النادي الافريقي تهبط ماتش المتلوي تاخذ حمراء وتقلب علينا الماتش، وتزيد اليوم كيف هبطت عمل لقطه روليت مش وقتها تفكت ولات كونتر كوره جات محاذيه للقائم. يعني تشوف حاجات عباد تتحل باب العرش في وجهها تلعب في الكلوب، والكلوب ما فيهاش جوارات نورمالمون تكونفيرمي وتربح بلاستيك، لا يجي يعمل لك حاجات ما يقبلهمش العقل، هو اللي باش يخسر. لو صدقني كما لقاش روحه اعاره في الشتاء شرف الدين عون. حمزة الخضراوي كالعادة راني معاكم لا تنسوا، ما ثم شيء. لا الحاجة الوحيدة للسونتراج لقيت مالك، يعني ما فهمتش أنا كيفاش جوريت في تونس كيفاش يخموا. يعني أنت في نعمة تكور في جمعية كبيرة في الكلوب وتخلص في برشا فلوس، نورمالمون تكونفيرمي باش تزيد تجدد عقدك ودرا شنو هو. ليه ساي وصل للوبجيكتيف اللي الشهرية اللي يحب ياخذها كهو. ما عندهمش طموح، ما يتفرجوش في الكورة البرا، يشوفوا في عباد مالك العالم كما كريستيانو رونالدو مازال يحب يتعلم ويحب يكور وشاد الرجلة. الحقيقة غريبة لاعبين في تونس. بالنسبة لنادي الافريقي توا باش توقف الكورة توا تريف ثم شهرين. توا لازمك تصلح، لازم توا تصلح، ولازم ثلاثة جوارات كان مش أربعة توا في الميركاتو، ولازم في بلايصهم جوارات يعطيوك توا يعطيوك الإضافة طول. أول حاجة لاعبين الرواق ليزيلي بخلاف كين زومبي اللي شوية يتحرك وعنده الفراق، ما ثماش جناح في النادي الافريقي يصنع الفارق. راكم تشوف الخضراوي مش هنا يتمالك، ما ثم شيء صرار في ما نحكيوش عاد. لازم انت ديب، لازم يجيك جوار ما نعرفش انا لاعب رواق هكا اللي يعمل الفارق، اللي يعدي لك الاول والثاني ويسيب لك الباس الاخر. خاطر لي زيلي نتاع الكلوب هذوما ما عندهم، ما عندك وين توصل بهم كي حدك مرتبه رابعه بالخضراوي وايت مالك والصرار. ايضا وسط ميدان في حاجتنا بواحد حربي في الوسط يا اخي اسوبوا ما ثماش. كان جات عباد عندها عينين فنيه في الكلوب، ثم جوارات موجوده في الافريق وثم في بطوله تونس جوارات ينجموا يعاونوك. لازمك سونتينيل كاسح مرامدي بلغتنا احنا نتاع الكوره كان يهنيك على الوسط، يخلي اصحابه يقدموا لقدام ويتهناوا على الجانب الدفاعي. ايضا كان ثم امكانيه تجيب رقم 10 اللي هو باش يعطيك الباس الاخر، هذاك زاد ناقص في الكلوب. الصدق محمود وحده صغير ما ينجمش يهز الحمل الكل عليه، ومعوض فراس شوات هذوما لازمهم جوارات. يعني جوارات مش تجيب لي جوار باش تستيه، وش لازمك تجيب جوار كونفيرمي اللي باش يعطيك البلوس من اللي يهبط. ما نقعدوش نستناو كيما اللاعبين اللي جاو لاعب سيدي بوزيد المنصري ولا عباد صغير في العمر وما عندوش خبره. لازم عباد كونفيرمي. كان تحب تمشي توصل للزوبجيكتيف نتاعك وكان تحب تلعب على تيتر، يعني خاطر الموسم مازال طويل والمتصدر باش يفوتك ب 3 بوان، لازمك تبقى قريب. لازمك جوارات اللي باش يصنعوا لك الفارق، خاطر في الروتور ما عادش نجم تخسر دي بوان اللي خسرتهم في اللاليه كيما ماتش جرجيس في رادس وكيما سليمان في رادس وكيما ماتش صفاقس في رادس وكيما ماتش المتلوي. هذوما كان يعني حققت فيهم نتائج ايجابيه، راك الاول وهارب يعني على المرتبه الثانيه. لازم التركيز في الانتدابات. توا باش تاخذ في البطوله عندك الوقت باش تصلح. فوزي البنزرتي في عقله لازم ياخذ الجروب عباره اول سيزون توا خاطر شهرين برشا، راحه نتاع شهرين عباره راحه نتاع صيف، يعني تريف طويله تنجم تصلح فيها. لازم من توا تحط عباد فنيين هما اللي يختاروا لك الجوارات. نورمالمون انت كان جيت توا مسؤول في الكلوب راك توا ساي الجوارات في مخك وعلى الطاوله نتاعك وتبدا تفاوض معاهم قبل ما يدخلوا الجمعيات الاخرين وتولي الامور صعيبه. وفات مرحله الذهاب نجموا نقولوا فوق المتوسط شويه. النادي الافريقي كان ينجم يعمل خير برشا سيرتو في ملعب رادس. المشكله الجوارات هذوما ما نجموش يلعبوا قدام الجمهور. لازم تعاود ذهنيا تحكي معاهم ولازم بدنيا تتعاود، خاطر فينا راكم تشوفوا الاصابات واللغز محير. هذايا عمار مبيغ المعد البدني عمناول مع المعد البدني الفرنسي ما ريناش الاصابات هذايا السنه كل جمعه واحد مضروب. علاش عمار مبيغ هذايا متسمي على النادي الافريقي؟ لغز كبير.
ان شاء الله في التريف المدرب يخدم بالكدا، ونشوفوا فريق في الروتور ينجم ينافس وينجم يكمل الاخر بصوف البال.